الحضور اليمني مع الأنبياء والمرسلين. نقلها رجل يمني بعيد موسى بقليل. نهى رسولنا الكريم عليه الصلاة والتسليم، نهى عن سبه فقال: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وبلفظ: لا تسبوا أسعد الحميري، رواية صحيحة يصححها الألباني. لا تسبوا أسعد الحميري، مشهور عندنا احنا اليمنيين أسعد الكامل. قال نشوان الحميري رحمه الله: لقب بالكامل، قال لكماله في صفات الخير المحمودة. في صفات الخير المحمودة يعني قارب الكمال. محاضرة للشيخ الفاضل عرفات الفتاحي حفظه الله كانت بتاريخ 14 من شهر شعبان لعام 46 و400 وألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذه الليلة المباركة كما سبق التنويه بالأمس على أن مجلسنا ومحاضرتنا ستكون الحضور اليمني عبر التاريخ. وقبل البدء ينقصنا غياب شيخنا ووالدنا العلامة المبارك عبد العزيز بن يحيى البراعي حفظه الله في حله وترحاله، ورده الله عز وجل إلى داره وطلابه ومحبيه سالما غانما، ونسأل الله عز وجل أن يجلله بثوب العافية، وأن يتم عليه صحته ونعمته. أيها الإخوان الكرام، إن الناظر في تاريخ هذا الشعب يجد عجبا ولا ينقضي عجبه، فأينما يمم ناظره وجد لهذا البلد بصمات، وكلما ذكر اسما وجد لهذا البلد لمسة، وكلما تذكر بلدا في العالم أو تذكر دولة أو تذكر صنعة أو حرفة أو فنا وجد لهذا البلد والشعب لمسات في ذلك. وما ذلك إلا ترجمة للبركة المحمدية على البلاد اليمنية، حين قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. فالإنسان يجد أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الشعب بركة في رجاله، بركة في أرضه،
بركة في كل ما يتعلق به، وجعل الخير غالبا عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح اليمن كثيرا، مدح أهله، مدح سكانه، مدح قبائله أكثر من الشام، بينما الشرع الحنيف مدح الشام أرضا وجغرافيا وبيئة أكثر من اليمن. واليمن كان المدح للرجال وللسكان، وكما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: من ابتغى الشر وجده، ومن ابتغى الخير وجده. إنما المدح النبوي لأي بلد إنما هو للتغليب لا للتعميم، وإن الذم النبوي لبلد إنما هو للتغليب لا للتعميم. فالمراد من ذلك أن المدائح النبوية والثناءات المحمدية على البلاد اليمنية كانت لما يغلب على أهله من الخير، ولما يغلب على أهله من الصلاح. وإذا تذكر الإنسان بداية البشرية وبداية الكون، وجد الإنسان حضور هذا الشعب. أجريت دراسات في عام 2008 في جامعة كاليفورنيا الأمريكية على أن الزاوية الجنوبية الغربية من اليمن تعد من المواطن التي كانت فيها الثروة البشرية والإنتاج البشري والأسس للانتشار البشري في العالم، والأسس للانتشار البشري في العالم. كذلك أيضا في اللحظات التي خلق الله فيها الأرض ومد فيها الكون، كان من أوائل ما مدت الأرض هي اليمن، لأن المفسرين عند قول الله عز وجل: لتنذر أم القرى، يذكرون أن مكة كانت أما للقرى أي للعالم بعدة اعتبارات، ومن تلك الاعتبارات أن البشرية انتشرت منها، وأن الله أهبط فيها آدم على الصحيح، وأن الجغرافيا الأرض مدت من تلك النقطة، أن الله فرش الأرض ومدها من ذلك المكان لتنذر أم القرى، فبسط العالم ومهدت الأرض من تلك البقعة ومن ذلك الموطن. فكان من أوائل من فتق عن مكة ما جاورها، وأقرب النقاط إلى مكة هي اليمن. بل يقول ابن المجاور رحمه الله تعالى قال: واعلم أن أبرك البلدان القريبة من مكة لهي اليمن المحفوفة بالفضائل الثلاث في صحيح السنن: معدن الإيمان والفقه والحكمة. كذا يقول رحمه الله تعالى. أما الحضور اليمني في عهد نوح عليه السلام فذلك بارك الله فيكم يتجلى أن الله عز وجل قال لنوح: واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. وقال سبحانه وتعالى: وما آمن معه إلا قليل. ذهب عدد من أهل التفسير إلى أن من القليل الذين آمنوا مع نوح وركبوا السفينة جرهم الأول، لأن جرهم عند أهل التاريخ جرهمان:
جرهم الأول الذي كان في زمن نوح عليه السلام، والذي ركب السفينة، وفيه بقي اللسان العربي، لأن أهل التاريخ لا يختلفون على أن لسان الخلق من زمن آدم إلى قبل الطوفان في زمن نوح كان لسانا واحدا، كان لسان العالم لسانا واحدا. ثم بعد ذلك تبلبلت الألسن بعد أن ركبوا في الفلك وجرت بهم السفينة 40 يوما وقيل 40 سنة، والله أعلم بقدر المدة التي طافت بهم السفينة في العالم. وقد بين الله هول المشهد بقوله: وهي تجري بهم في موج كالجبال، مع أنها سفينة عملاقة. يقول أهل التاريخ: سفينة لم يبني البانون قبلها مثلها ولم يبنوا بعدها مثلها، أعظم وأضخم سفينة في الدنيا. تخيل سفينة حوت العالم، حوت العالم. اليوم الواحد يدخل أكبر حديقة حيوان في العالم يستغرب، ما بالك في سفينة فيها من كل زوجين اثنين، من الأسود ذكر وأنثى، من النمارة، من الفهود، من الدجاج، من الحمام، من العقارب، من الدر، وعدد من كل زوجين اثنين. أصل العالم داخلها، ذرء العالم من كل زوجين اثنين. وركب من البشر مع نوح 80 نفس، ولما جرت بهم السفينة وطافت فيما شاء الله عز وجل لها أن تطوف في العالم، وأقلعت السماء عن المطر وغاض الماء في الأرض، قال الله لنوح: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هبطت على الجودي، والأكثر على أن الجودي في بلاد الترك. هبطت في ذلك المكان، ونزل الناس فنابوا عند أصل الجبل في قرية تعرف إلى اليوم بقرية 80، لأن 80 الذين ركبوا في السفينة نزلوا فباتوا في هذا المكان. هبطوا بعد هذه المدة فناموا وأصبحوا وقد تغير لسان بعضهم عن بعض، ثم اجتمعوا إلى بابل، وهنالك تبلبلت الألسن، أي اختلطت، وأصبح الناس لا يفهم بعضهم بعضا. كل أسرة 80 أسرة، كل أسرة لا تفهم الأخرى، فساحوا في الأرض وتفرقوا. وكان معهم جرهم وأبناء نوح 4: سام والد العرب والروم والفرس، وحام والد الأفارقة والقبط والهنود، ويام الذي غرق لم يركب، ويافث والد الترك والفطس من الأندونيسيين واليابانيين والكوريين والروس والصقالبة شرق الأرض. وجعل الله في ذرية سام النبوة والكتاب والحكم، وأسكنه الله وسط العالم بما يعرف اليوم بالشرق الأوسط، وهنالك تفرق أبناؤه، وجعل الله في بنيه النبوة والكتاب، في بني إسرائيل، في العرب. ورجح عدد من أهل التاريخ كالمسعودي والهمداني وابن الوردي على أن سام سكن اليمن، على أن سام سكن اليمن. اتجه هو وجرهم، فجرهم
سكن في شرق اليمن، وسام سكن صنعاء، ولذلك قيل في صنعاء أول مدينة بنيت بعد الطوفان. هذا الحضور اليمني في زمن نوح في زمن سام، أول مدينة، أول عمران، لأن الطوفان على الصحيح عم جميع الأرض، لم يترك مكانا إلا أغرقه. ولذلك بدأ الناس يبحثون عن مساكن، فجاء سام وتفحص المواطن والبلدان، أطيبها هواء وأعذبها ماء، فوجد صنعاء، فشيد البناء على سفح لقم، وكانت أول بناية في بعد الطوفان. وأقامت اليونسكو دراسة عن أقدم المدن على وجه الأرض، فكانت 10 مدن، أقدمها صنعاء، أقدمها صنعاء قبل الميلاد ب8,000 سنة تقريبا. نعم. وحفظ جرهم اللسان العربي وظل فيه، وجاء من نسل سام إرم، وجاء من نسل إرم عاد ذات العماد، فشيدوا مدينة إرم. وجاء من عاد هود عليه السلام، وبعثه الله عز وجل إليهم. وهنا جاء الحضور العربي، بدأ التواجد العربي على وجه الأرض. لا يختلف المؤرخون والمفسرون وغيرهم من أهل الفنون على أن أول ذكر للعرب كان من قبيلة عاد وما بعدها. هم قالوا أن لسان آدم إلى عهد نوح لسان واحدة، لكن أي نوع هذه اللسان الله أعلم. لكن اتفقوا على أن العنصر العربي ابتدأ وجوده في هذه اللحظة. اتفقوا على أن عاد أول القبائل العربية وجودا، لا يوجد عرب قبلهم. ومن هنا تعلم مقولة اليمن أصل العرب من عدة احتمالات وعدة أمور وعدة أسباب، منها أن أول وجود للعرب كان في اليمن، أول وجود. ولذلك فإن قيل أليسوا هؤلاء هم البائدة، نتفق أن اليمن أصل العرب، لكن عرب بائدة انتهت. الجواب لا يعني بالبائدة أي المنتهية فلم يوجد منها شيئا، إنما المراد بالبائدة أي من باد من الكفار وهم السواد الأعظم. وإلا فقد قال الله عن هذه الأمة: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، يعني بقيت عروق وبقيت أصول من العرب الأصلية هذه جاء منها اليمنيون. بقي قحطان نجاه الله مع أبيه هود، وحفيدهم يعرب الذي نسبت إليه العربية، فكان يقال فيها اللغة اليعربية، ثم حذفت إليها تخفيفا، ثم يشجب، ثم سبأ الأكبر، سبأ بن يشجب. نعم. ودواليك جاء بعد ذلك حمير وكهلان، ومنهما تفرق النسل في العرب، وقيل فيهم العرب القحطانية. إذن فهذا بارك الله فيكم الحضور العربي في زمن عاد وفي زمن إرم ذات العماد. ولم يعط الله عز وجل أمة من القوة والحضارة ما أعطى تلك الأمة، فلما افتخروا وتباهوا وقالوا من أشد منا قوة أجابهم الله: الأمر كما ذكرتم، ليس من الخلق من هو أشد منكم قوة، وليس هنالك أحد أقوى منكم إلا خالقكم أنا. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. بينما لما تباهى قارون وقال إنما أوتيته على علم عندي، قال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك قبله من القرون من هو أشد.
يعني أهلكنا من نوعك من الجنس البشري من هو أقوى منك. لكن لما ذكرت القبيلة اليمنية لم يذكر الله عز وجل من هو أقوى منه. ومع هذا قال الله عن حضارتهم لم يخلق مثلها في البلاد، لم يبني البانون مثلها، وكانت دولتهم ممتدة إلى أصقاع الدنيا. ويذهب كثير من الباحثين بل ومن المؤرخين المسلمين القدامى إلى أن الأهرامات في مصر من بنائهم، لأن الأهرامات بناء ضخم، أعظم الآلات اليوم في الدنيا من كومبريشنات وآلات ورافعات لا تستطيع أن ترفع نصف حجرة من أحجار الأهرامات. الحجرة كذا طن، من رفعها من شيدها. لا شك أنهم أولئك الرجال. وإذا بطشتم جبارين. تعجب هود عليه السلام من حضارتهم ومن قوتهم وما بلغوه من الصناعات. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين. ومع هذا لما ملكوا الحضارة والقوة وفرغت عن أسباب دوامها وعن أسباب الحفاظ عليها وعن أسباب رعايتها وهي الشكر. سبحان الله، نلاحظ في تاريخ اليمنيين أنهم عند النعم الشكر ينقصهم. تستطيع تقول أنهم يهزمون أمام النعم. قال الله لقوم سبأ بلدة طيبة ورب غفور كلوا من رزق ربكم واشكروا له. كلوا واشكروا، يعني هذه نعم، حق النعم الشكر. قال الله فأعرضوا فأرسلنا عليه سيل العرب. وهكذا أهل الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستغنون. أبوا أن يشكروا. ومن الشكر إخراج الزكاة والإنفاق على المساكين. كفروا النعمة فأصبحت كالصليب. إذن هذه المواقف تكون لنا دعوة أن ننتبه لئلا نقع فيما وقع فيه الأجداد، كفران النعم. أن الله إذا أنعم عليك بنعمة حطها بالشكر وقيدها بالحمد وتذلل لله واشكر له وحافظ عليها بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأن الشكر هو فعل أكثر من كونه قول. أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم حفظكم الله. فكان هذا هو الحضور اليمني في عهد عاد وفي عهد هذه الأمة العظيمة التي بلغ صيتها الآفاق وملأت حضارتها الأرض. ومع ذلك أرسل الله عليها الصواعق والصيحة والريح، ريح مصحوبة ببرد شديدة كانت تأخذ الواحد منهم إلى عنان السماء ثم ترميه إلى الأرض، ثم صحب ذلك موجات رملية دفنت عليهم مدن. ولذلك قال الله عنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. نعم بارك الله فيكم. وهكذا إذا مضى التاريخ نجد الحضور اليمني في كل شيء. إذا جاء عصر الخليل عليه السلام وجدنا أن الحضور اليمني ابتدأ من اللحظات الأولى حين توجه الخليل عليه السلام جنوبا من أرض الشام واتجه إلى مكة المكرمة إلى أرض غير ذي زرع، وضع طفله إسماعيل ابن القبطية هاجر. ولما غادرهم استقبل موضع البيت رافعا يديه ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
وضعت أولادي في هذا المكان من أجل العبادة ومن أجل يقيموا شعيرة الاتصال بين السماء والأرض ويقيموا شعيرة العبودية التي خلق الكون لأجلها. عند ذلك استجاب الله نداءه وحرك الله قبيلة جرهم الثانية، وخرجت من اليمن واتجهت إلى الشمال. ولما اقتربوا من الكعبة كان قد صاحب ذلك نبوع زمزم، فلما رأوا الطير تحوم في السماء قالوا طيور لا تحوم إلا على ماء، فيمموا تحت ظل الطيور فرأوا امرأة وحيدة وصبيا رضيع معهم نبع ماء، فجاوروها ولم يضطهدوها ولم يستغلوا ضعفها. أننزل بجوارك يا أم إسماعيل؟ قالت نعم، لكن لا حق لكم على الماء، لا حق لكم على الماء. قالوا لها نشاطرك الزاد، نحن معنا أزواد، أنت قد نفد عليك الزاد وتعطينا الماء. قالت نعم. فهنا جاء موافقة قول الله فاجعل أفئدة. إبراهيم اختار هذا اللفظ ولم يقل فاجعل ناسا، فاجعل قبائلا، فاجعل جماعات، ولكن يا رب فاجعل أفئدة، اختار الفؤاد. هناك تقدير محذوف، أي فاجعل أفئدة رقيقة رحيمة تليق بمقام امرأة وحيدة وطفل رضيع، فاجعل أفئدة من الناس. فالله سبحانه وتعالى هو العالم بخلقه، وعلم أن جهة اليمن هم أرق الناس أفئدة، فحرك لهم من هذا النوع ليجاوروهم وليكونوا معهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قال وحقا من سلك جهة اليمن وجدهم غلاظ القلوب، وجدهم رقاق القلوب والأبدان. والحافظ زار اليمن وقعد فيها سنتين في رحلتين، عام 800 هجرية وعام 806 من الهجرة. تردد بين زبيد وتعز وعدن، وجاء بهذه المعلومة عن مشاهدة وعن مخالطة لليمنيين، فقال وحقا من سلك جهة اليمن وجدهم رقاق القلوب والأبدان. فعلا سبحان الله، لما تخرج من مكة متجه جهة الجنوب من أبها ونواحيها، يعني هؤلاء الأصول يمنية، وإن كانوا اليوم في دولة أخرى، لكن الأصول حتى هم يعترفون أنهم من قحطان، تجد أنهم نحاس هزال. نعم. وإذا سلك جهة الشرق جهة الشمال تجد أن الأجسام تعرض والأجسام تكبر. قال ومن سلك جهة الشمال أي شمال الكعبة وشرقها وجدهم غلاظ القلوب والأبدان، وجدهم غلاظ القلوب والأبدان. إذن بارك الله فيكم. إبراهيم عليه السلام في ضيق نفس الله عليه بأهل اليمن في هذه اللحظة، وكان لأهل اليمن حضور في لحظة أحوج ما يكون التاريخ في الحضور إليها، وضعوا بصمة كريمة وبصمة عظيمة. ولذلك لا زال أهل اليمن يعظمون المرأة، يجلون الحرمة. إذا في سفر يقول حرمة وفسح الحرمة، افتح الحرمة، قدموا النساء في معاملات في أي شيء، قدموا النساء، قدموا الحرمة، قدموا العجوز، قدموا. نعم. هؤلاء لما رأوا امرأة وحيدة جلسوا معها. هذا الحضور اليمني في عهد إبراهيم الحضور الأول. الحضور الثاني في عهد إبراهيم عليه السلام التركيبة الجديدة للعالم العربي. الله سبحانه وتعالى يا رجال لما قال لنبينا الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نبي جعله الله رحمة للعالم، ليس خاصا بأسرة، وليس خاصا ببيت، وليس خاصا بجماعة، وليس خاصا بفئة، رحمة للعالمين. إذن نبي العالمين، نبي العالمين
في البعثة ونبي عالمي في الموطن، لتنذر القرى، والقرى في القرآن تعني المدن، لتنذر المدن، مدن الدنيا أمها مكة، ومكة أم العالم باعتبارات ذكرناها، وأيضا لأنها وسط العالم. آخر نقطة في أمريكا الأسكا، وآخر نقطة في روسيا سيبيريا. لو أن طائرة انطلقت من آخر أمريكا وطائرة من آخر روسيا في دقيقة واحدة ستلتقيان في سماء مكة، وسط العالم. وفي الآثار الكعبة سرة الأرض. تعرفوا السرة؟ السرة تكون وسط البدن، معنى سرة الأرض أي أنها وسط العالم. إذن فهي أم القرى، أم العالم، رحمة للعالمين في أم العالم، قلب العالم، ما هو الإسلامي، العالم عموما. ولذلك لما تذكر الكعبة ويذكر الحج نجد أن الله يأتي بلفظ الناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ولله على الناس حج البيت. وهكذا في آيات كثيرة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. نعم. إذن بارك الله فيكم. فهو عليه الصلاة والسلام عالمي في البعثة، عالمي في المولد، مكة أم المدن، أم العالم. ثم هو عالمي في اللسان. نجد في القرآن الكريم، القرآن لما يقال نزل بلسان قريش لا يعني أنها كلمات قرشية خالصة، إنما المراد كما يقول قتادة رحمه الله: كانت قريش كالنحلة عندها تذوق في اختيار كلمات، فتفد حمير إلى سوق عكاظ فتلقي قصيدتها، فتنتقي قريش ما عندها من الكلمات وتضيفها في قاموسها، يعني سليقة. ثم تأتي مدحج فتأخذ قريش ما عندها من الكلمات الحسنة، ثم تأتي تميم، ثم تأتي بنو الحارث بن كعب، ثم يأتي الأوس أو الخزرج، ثم تأتي هذيل أو أسد أو غطفان أو همدان، وتظل قريش تلتقط الكلمات الجميلة حتى جمعت أفصح ما عند جميع العرب. فلذلك اللسان القرشي هو لسان تعاوني، تعاون فيه جميع العرب، فليس فيه منة لقبيلة. يعني لا تمن قريش على العرب تقول هو باللسان القرشي، لا، يعني هي لسان حق الناس كلهم، يعني لسان مشترك للعرب جميعا. ولذلك نجد في التفاسير كلمة كذا معناها كذا بلسان اليمن. مثلا ولو ألقى معاذيره، قالوا ولو ألقى أستار بلسان حمير، وأنتم سامدون أي مغنون بلسان حمير. أتدعون بعلا، قالوا بعلا ربا بلغة اليمن. ونجد كلمات في لغة تميم، وكلمات بلغة هذيل، وكلمات بلغة أسد، وكلمات أحيانا يقول هذه بلسان حبشة، وهذه بلسان فارس، بلسان الروم، لكن هي عربية بالسيرورة، فلا يصلح أن يقال أنها أعجمية، أصلها حبشية لكنها عربت، وما عرب أصبح عربي. نعم. إذن ففي القرآن لسان عالمية، كتاب عالمي، نبي عالمي في بارك الله فيكم المولد، في البعثة، في الكتاب واللسان. ثم هو عالمي في النسب. فإبراهيم عليه السلام هو والد نبينا الأول، واتفق المؤرخون على أن إبراهيم كلداني، والكلدانيون في العراق عرق الكلداني عراقي، جاء فتزوج مصرية قبطية هاجر. انظر الآن الأوشاج، وانظر الآن الأنساب كيف تختلط حتى يكون هنالك عالمية في النسب. فخرج من العرق المصري العراقي إسماعيل عليه السلام، ثم جاء إسماعيل والتقى بالعرب القديمة والعرب الأصلية، عرب اليمن جرهم، لعب مع صبيانهم وتعلم لسانهم،
تعلم اللغة العربية، وصار إسماعيل عربيا مع اتفاق المؤرخين على عجمية أبويه كما يقول ابن عطية. نعم، وصار إسماعيل عربيا بعد أن لم يكن، ثم أصبح أبناؤه عرب، واتفق النسابون على أن أبناؤه عرب أصلا. نعم، أضيف هنا عرق ثالث، عرق اليمني، بزواج إبراهيم من الجرهميتين، عتبة الباب الأولى والثانية. لما قال الوالد إبراهيم غير العتبة، كلاهما من هذه القبيلة اليمنية. إسماعيل لما تزوج من الجرهميتين، ولما قال إبراهيم أوصى إسماعيل أن يغير العتبتين لما جاء في الزيارة. نعم، هما امرأتان يمنيتان. إذن فإبراهيم عراقي تزوج مصرية، فأنتج إسماعيل تزوج يمنية، فجاء من نسل إسماعيل مزيج مزيج من القبط، مزيج من العراق، مزيج من اليمن، وتوالد ذلك من صلب إلى صلب إلى صلب إلى صلب، إلى أن خرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أطهر خلق الله رحمة للعالمين، فهو عالمي حتى في النسب. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال: ما من قبيلة من قبائل العرب إلا ولرسول الله فيها نسب، إما من جهة جدة أو جهة خالة أو جهة جد أو خالة. ما من قبيلة من قبائل العرب. ومن خلال البحث هنالك 10 جدات لرسول الله من قبل الآباء من اليمن، 10 جدات. إذا بارك الله فيكم، فكان الحضور اليمني عند مؤانسة إسماعيل وأمه عليهما السلام، ثم الحضور اليمني في تعلم إسماعيل اللغة، ثم الحضور اليمني في تزوج إسماعيل من اليمنيين، ثم عند إتمام بناء البيت يأتي الحضور اليمني الرابع في العهد الإبراهيمي: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أذن يا إبراهيم لتسمع العالم ليحج. قال: يا رب من يسمعهم صوتي؟ قال: عليك النداء وعلينا البلاغ. فنادى إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومحمد بن زهير قال: فكان أول من أجاب إبراهيم أهل اليمن، كان أول من أجاب إبراهيم أهل اليمن، يعني حضور بنفس المعدن، بنفس الاستجابة التي في عهد الرسول. المعدن هو نفسه المعدن الطيب، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. فكما أجاب الأحفاد والأبناء المصطفى الكريم قبل غيرهم من الأمم، أجاب الآباء والأجداد إبراهيم عليه السلام آنذاك وحجوا معه. ثم تأتي البصمة الخامسة في العهد الإبراهيمي. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. جمهور المفسرين على أن إسماعيل عليه السلام بعثه الله رسولا إلى من؟ ما فيش عرب، ما حد في الجزيرة إلا أهل اليمن، جرهم وأهل اليمن، جرهم في مكة وأهل اليمن في بلادهم. جل المفسرين على أن إسماعيل رسولا إلى جرهم وأهل اليمن. وهذا من أعظم الردود على من يقول أن اليمن من نسل إسماعيل. فكيف تجعلني من نسل إنسان أنا موجود في زمنه؟ أنا تلميذ، أنا علمته اللغة، تعلم مني. في صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا قال: ثم شب الغلام وتعلم لغتهم وأنفسهم فزوجوه. هكذا. إذا بارك الله فيكم، هذا الحضور اليمني في عهد إبراهيم عليه السلام. وأما في عهد يوسف عليه السلام، ويوسف هو ابن يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل عليه السلام. نعم، ويعقوب جده إبراهيم، إذا العهد قريب. نعم، فمن ذلك الحضور
ما ذكره ابن عجيبة في تفسيره عند قول الله عز وجل على لسان يعقوب: يا بني ادخلوا من أبواب متفرقة، لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة. فذكر رحمه الله أنه كان للمدينة التي فيها يوسف 8 أبواب، أحد تلك الأبواب باب يسمى باب اليمن لأنه إلى جهة اليمن، والله أعلم بصحة المعلومة. نعم، يعني هو من الفنون التي قال فيها الإمام أحمد 3 فنون لا أسانيد لها، وذكر منها التفسير. كذلك بارك الله فيكم من ذلك الحضور إحدى بنات تبع، فقد ورد في أحد كتب ابن أبي الدنيا بسند صحيح أنهم وجدوا في أحد قبور اليمن مكتوب: أنا فلانة بنت تبع، عشنا في نعيم وترف، ثم بلغ بنا الحال وضاق بنا المقام وغابت عنا النعم، حتى طلبنا من يوسف ابن يعقوب بمصر، حتى طلبنا من يوسف ابن يعقوب بمصر مد بر بمد در. يعني حصلت في اليمن أزمة عظيمة حتى كانوا يشتروا حفنة بر بحفنة ذهب، بحفنة ذهب. نعم، وهذا الأثر فيه عظة كيف تدور الأيام وكيف تقلب النعم، وأنه من المحال دوام الحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، سنة إلهية. فالموطن الذي أنت فيه من الراحة والغنى والسعد سيأتي يوم من الأيام فيه زيد وأنت موطن زيد من الفقر والجوع والخوف، وهكذا تتداول الأمور. نعم، سنة التداول لا بد منها. بعد يوسف عليه السلام انقطعت النبوة في بني إسرائيل مدة عظيمة، حتى ظن بنو إسرائيل ألا نبي يبعث. قال الله لهم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك يعني يوسف قلتم لن يبعث الله من بعده نبيا. فاصل زمني طويل. أما حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، المراد من عهد موسى وما بعد. اتفق أهل التاريخ على أن النبوة من عهد موسى إلى عهد عيسى لم تنقطع، كلا، يعني مجرد أن هنالك نبي يحتضر يكون هنالك نبي مرشح جاهز. الفتى الذي مع موسى هو يوشع، رافق موسى في الحضر والسفر واستفاد من علومه ومن آدابه، مجرد أن مات موسى بعث الله إليه. وهنالك آصف: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا نبي لهم بعث لنا ملكا، قال لهم نبيهم، هنا النبي آصف. نعم، مجرد آصف يعني لم يمت، كان هنالك قد رشح نبي جندي في جيشه وقتل داود جالوت، نبي الله داود. وهكذا كانت النبوة في بني إسرائيل. إذن حفظكم الله لم يحصل انقطاع فيهم إلا ما بين يوسف وموسى. لماذا؟ أراد الله عز وجل لهم أن ينتشروا على ديانة يعقوب، ولذلك 12 الولد من أولاد يعقوب بما فيهم يوسف وهم الأسباط، قطعناهم 12 أسباطا، جعل الله من كل سبط قبيلة، فما جاء عهد موسى إلا وكل واحد من 12 في عهد يوسف قد أنتج قبيلة. ولذلك نلاحظ في عهد موسى أن العدد 12 يتكرر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت فانبجست منه 12 عينا، أي لكل قبيلة عين. هكذا بعد ذلك جاء عهد موسى عليه السلام، وفي عهد موسى كان الحضور اليمني، بحيث انتقلت الكتابية الموسوية الحنيفية ليلها كنهارها. نقلها رجل يمني بعيد موسى بقليل
نهى رسولنا الكريم عليه الصلاة والتسليم نهى عن سبه فقال: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. وبلفظ: لا تسبوا أسعد الحميري، رواية صحيحة يصححها الألباني: لا تسبوا أسعد الحميري. مشهور عندنا احنا اليمنيين أسعد الكامل. قال نشوان الحميري رحمه الله: لقب بالكامل قال لكماله في صفات الخير المحمودة، يعني قارب الكمال. قال: لا تسبوا أسعد الحميري فإنه كان مسلما. هذا الرجل جاء بدين موسى إلى اليمن، وانتشرت الكتابية، دين موسى الحنيف في اليمن، انتشار النار في الهشيم، لم يبقى بيت إلا ودخله، وخاصة اليمن الأسفل ومناطق حمير وإب. نعم. ثم ما جاء الإسلام إلا وقد تلوثت اليهودية في اليمن ودخلها ما دخلها. لذلك نجد في الإسلام برز كعب الأحبار من ابن ميتم، نعم، كان على دين موسى ثم أسلم. وهكذا تبيع بن عامر الهاني من آنس، وشعيب الجبائي من جبأ من الحجرية، ونوف البكالي الذي قال لابن عباس أن موسى لما قال إن موسى بني إسرائيل غير موسى الخضر، فقال: كذب نوف بن عباس. نعم. وغيرهم ممن أسلم بعد ذلك وعد من الأخيار. أما الحضور اليمني بارك الله فيكم في عهد نبي الله سليمان عليه السلام فكثير، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن الجن: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ذهب جمع من أهل التفسير إلى أن المحاريب هي قصور، بل أمر سليمان عليه السلام الجن أن تبنيها لبلقيس في اليمن، كقصر غمدان وبينون وناعض وسلحين. فالمحاريب لا يختلفون أنها قصور، ولكن عدد من المحققين قالوا هي قصور في اليمن، أمر سليمان الجن أن تبنيها. وقول الله عز وجل: وجفان كالجواب. الجفنة معروفة، يعني قدر كبير يوضع فيه عصيد، يوضع فيه لحم، يوضع، يعني هو الطست الكبير. فسليمان عليه السلام قالوا أمر الجن أن تنحت في اليمن جبال كأنها جبال. قال هذا بعض المفسرين، ولذلك نلاحظ في بعض جبال اليمن يأتي مثل الحرضة كأن عصيدة، يعني يقول لك كان سليمان يضع فيها الأكل للوحوش، للطيور، للماقة، للحيوانات، كذا. جفان كالجواب، أي جفان كالسفن، كالجبال كبيرة. نعم. كذلك الحضور اليمني في عهده هو دخول هذا الشعب والتصحيح من المسار الذي حصل في بعض مناطق اليمن، وهي عبودية الشمس في السبئيين، حيث خرجوا عن الحنيفية، فلطف الله بهذا الشعب وصحح مساره. وكانت النتيجة: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ومع أن اليمن حضر في ذلك الوقت كعادته بحضارته العريقة، حيث أن الهدهد يشاهد ما يملك نبي الله سليمان من القصور والمحاريب والجفان والشياطين كل بناء وغواص. ومع هذا قال لسليمان نقطة: لها عرش عظيم، يعني معها كرسي أحسن من الكرسي حقك. أنت حقك الكرسي بناه الجن، لكن كرسيها بناه الإنس، رجال في اليمن، أحسن من عرشك، ولها عرش عظيم. ظلت هذه الكلمة تدور في بال نبي الله سليمان عليه السلام ويتفكر فيها: ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وأضحى التفاوض حتى كانت النهاية: أيكم يأتيني بعرشها. مع أن المرأة قادمة وستأتي مسلمة، ومع هذا لا زال العرش في ذهنه، نقطة العرش، من سيأتي بالعرش ويسبق به قبل وفودهم مسلمين، لأنهم إذا وصلوا حرم علينا أموالهم. ولكن الآن ما أسلموا، فجيء بالعرش. لما رأى سليمان العرش أدهش عليه السلام، يعني رأى أن وصف الهدهد دونه، وأنه فوق ما يتصور.
قال هذا من فضل ربي. فلما رآه، الضمير يعود على العرش السبئي، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. هذا فضل، هذا عطاء، هذا شيء عجيب. ليبلوني، ليختبرني أشكر أم أكفر. عبارة تكتب على السيارات، على العمارات اليوم، يعمل بيت أو شقة أو كذا، قال هذا من فضل ربي. لسان حاله يعني هذا أعطاني الله لأني أستحق، لأني أحسن واحد، لأني طيب، لأني طبيعة الإنسان يجامل نفسه. بينما نبي الله سليمان يقول هذا عطاء الله لي ليس لسواد عيني، ولا يعني أن الله يحبني، ولكن هذا عطاء الله لي اختبار. كل ما يعطيك الله سبحانه وتعالى واختبار لك. ملأ الله جيبك لا يعني أنه يحبك، هو يختبرك أتشكر أم تكفر. زادك الله من العلم، فتح الله عليك بفن، بمجال، لا يعني أن الله يحبك، إنما هو يختبرك. هل ستمشي به كما يرضيه، أم أنك ستتكبر وتتغطرس وتترفع على الناس؟ وهكذا في كل شيء في الحياة، كل ما يعطيك الله هو اختبار. وإذا حرمك الله جعلك فقيرا، جعلك ذميم الخلقة، ذميم الصورة، قليل العلم، هو ينظر أتشكر أم تكفر. يعني هل ستصبر وتحمد الله؟ عند ذلك ستأتي المكافأة ويأتي العطاء. نعم. إذا بارك الله فيكم. هكذا كان الحضور في عهد نبي الله سليمان عليه السلام. عند قول الله عز وجل وأسلنا له عين القطر، إذا بارك الله فيكم، عند قول الله عز وجل وأسلنا له عين القطر، جمهور أهل التفسير على أن عين القطر عين من نحاس مذاب. أن تأتي إلى عين في الأرض يخرج منها ماء، لكن أن تأتي إلى عين تسيل نحاس مذاب. قالوا عين فجرها الله لسليمان باليمن، فجرها الله لسليمان باليمن، وحددها قتادة بصنعاء. نعم. وعند قول الله عز وجل حتى إذا أتى على وادي النمل، ذكر ابن خرددابة وغيره أن وادي النمل في مأرب، في هناك مكان اسمه وادي النمل، واختلف المفسرون في موضعه، منهم من قال في الطائف، منهم من قال في الأردن في الشام. وهو من العلم الذي لا يضر جهله، وإنما ذكرناه للفائدة. إذن بارك الله فيكم. هذا كان الحضور اليمني في عهد سليمان، في عهد عيسى عليه السلام. لما تقرأ سورة البروج تجد أن الله غار على ديانة أهل اليمن آنذاك. تجد أهل اليمن أنه في كل ديانة جميلة، يعني أوج ما تكون صحيحة يدخلون فيها. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، يعني ما عذبوهم إلا لغرض أنهم وحدوا. نعم. أصحاب الأخدود تعرفون أنهم كانوا في نجران، لا زال أثر الأخدود موجود، وكانوا على دين عيسى عليه السلام، لأن ديانة موسى كانت قد تغيرت، وأهل اليمن بعضهم متمسك بها، وجاء دين عيسى صحح وأعاد بني إسرائيل وعالم ذلك الزمان إلى الحنيفية، فدخل أهل تلك المنطقة في الدين الجديد الحنيف، فغار ملك ذلك الزمان ورماهم في الأخاديد وعذبهم. وهكذا بارك الله فيكم نجد الحضور اليمني في كل شيء. فإن اتجهت إلى السماء ستجد سهيلا اليماني، وإن اتجهت إلى الكعبة ستجد الركن اليماني، وإن اتجهت بارك الله فيك يعني إلى مأكولات ملبوسات العقيق اليماني، السيف اليماني، نعم، الحلة اليمانية، البرود، في كل شيء. إذن هذا حضور اليمنيين مع الأنبياء والمرسلين فقط. ولعل لنا مجلس إن شاء الله في قادم السنوات أو الأيام الحضور اليمني في السيرة النبوية، الحضور اليمني في مغازي الرسول، الحضور اليمني مع الخلفاء الراشدين، الحضور اليمني في العهد الأموي، الحضور اليمني في العهد العباسي، وهكذا إلى الحضور اليمني في الآخرة عند أن يكرم المصطفى صلى الله عليه وسلم أهل اليمن بذود الناس عن طريقهم ليسقيهم من أول الناس. إني لبعقر حوضي أذود الناس ليشرب أهل اليمن،
وما حسن الاستقبال وذود الناس عنهم إلا دليل على حسن الاستقبال، وأن القادم أعظم، وهي أمنية كل رجل في الدنيا الجنة. قال الله عن اليهود والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله تلك أمانيهم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت أكثر قبائلها مدحج، أكثر قبائل الجنة مدحج قبيلة يمنية باتفاق أهل الأنساب والتاريخ. أردنا من هذا المجلس بارك الله فيكم جميعا أن نعرف أين كنا وأين أصبحنا، وأن أهل اليمن لا يعني أنهم حاضرين في كل شر، كل بلية، في كل رذيلة، فكل بيت في حمام، وكل من التمس سوءا فهو يمثل نفسه. نعم. ولكن الغالب الصلاح على هذا الشعب والخير، فكما وجدناهم أخيارا مع الأنبياء والمرسلين عبر التاريخ، فنأمل أن يكونوا أخيارا مع الدعوة، مع الخير، مع أهل الصلاح، مع العلماء الربانيين، لزوم غرزهم والمشي بسيرهم حتى يلقى العبد ربه. فهذا بارك الله فيكم ما يتعلق بهذا المجلس، فإن أصبت فذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فذلك من نفسي والشيطان والوحي والشرع، عن ذلك بريئان. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من قناة كل مسلم ومسلمة على اليوتيوب.